الخطوط الجوية الجزائرية. أنا مصدوم. جزائري من فرنسا يسبب ضجة. نشر جزائري من فرنسا مؤخرا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقارنا فيه شركة الخطوط الجوية الوطنيات الجزائريات بشركة الخطوط الجوية الإيطالية إياتا. في هذا الفيديو وصف المسافر. مزايا الشركة الإيطالية، موضحا راحة المقاعد وإمكانية إعادة شحن هاتفه والوجبات المجانية وجودة الخدمات. وقارن هذه المزايا مع تلك التي تقدمها الخطوط الجوية الجزائرية والتي يقول أنها لا ترقى إلى المستوى القياسي. أنا مصدوم. استقل طائرات من شركة إياتا الإيطالية. أقدم لكم المقعد، يمكننا وضع خوذتنا وهاتفنا وأكثر من ذلك، حتى يمكننا إعادة شحن هاتفنا الذكية. لكن الأمر ليس هذا فقط، فهناك دائما شيء نأكله. ناهيك عن مسند رأس جميل لمقعد جلدي. حتى إن هناك مكان لتعليق سترتك. قال الشاب في مقطع الفيديو أنها ليست الخطوط الجوية الجزائرية. أثارت تصريحات الجزائري غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من مستخدمي الانترنت مقارنته واتهموه بالافتقار إلى حب الوطن. كانت ردود الفعل متباينة للغاية، حيث دعم البعض الجزائري على صدقه وانتقده. آخرون لطريقته في تشويه سمعة الشركة الوطنية. شركة إياتا تقدم لك زجاجة مياه وملف تعريف ارتباط، كما ذكر أحد عملاء الجناح الوطنية. الخطوط الجوية الجزائرية، مقعد جلدي، مسند رأس مريح للغاية، وجبة مجانية، 30 كيلوغراما من الأمتعة، لكن يمكنك وضع هاتفك في إياتا صاخرا راكب أمواج. هذا جنون. هؤلاء الناس ليسوا سعداء أبدا. علق مستخدم آخر للإنترنت: على الرغم من استمرار المراجعة، فإن امتلاك ما يقرب من 35 كيلوغراما يعد ميزة كبيرة بالفعل. إنك تنتقد بلدك وجذبة فتاة صغيرة. صحيح إن المقارنات بين شركات الطيران الشائعة، ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك أن لكل شركة مزاياها وعيوبها. تقدم الخطوط الجوية الجزائريات امتيازات مثل المقاعد الجلدية المريحة والوجبات المجانية والأمتعة الإضافية. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الشركة تحسين خدماتها لتلبية توقعات عملائها بشكل أفضل. يجب أن تكون